مصطلحات لازم تبقى عارفها وفاهمها كويس لو قررت تدخل عالم الاستثمار، علشان تبقى فاهم ايه الحاجات اللي بتتحكم في السوق وده هيحمي فلوسك ويكبرها. المصطلح الاول التضخم، بالبلدي كده قيمة الفلوس قدام السلعة. يعني لما نقول التضخم زاد يعني الاسعار بتزيد وقيمة الفلوس بتقل، وبالتالي هتلاقي نفسك بتشتري بيها اقل ما كنت بتشتري قبل كده. ده بيأثر على قدرتك في الشراء وبيخلي الحياة غالية. تخيل مثلا انك بتشتري ساندوتش كل يوم، السنة اللي فاتت كان سعره 100 جنيه، النهارده سعره 120 جنيه، يبقى كده التضخم زاد بنسبة 20% في سعر الساندوتش، وده بيحصل بسبب زيادة تكاليف الانتاج. التضخم مش مشكلة كبيرة، لكن لما بيزيد عن حده بيخلي الناس تفكر قبل ما تستثمر فلوسها، لان ساعتها مش بيكونوا عارفين قيمة الفلوس هتبقى قد ايه في المستقبل. المصطلح التاني النمو الاقتصادي، وهو ان الحكومة والشركات والافراد تزود في انتاجها على مدار السنة، وده بيزود الاستثمارات وطبعا فرص الشغل، وساعتها تقدر تاخد مرتبات احسن وتشتري اللي نفسك فيه. المصطلح الثالث سعر الفايدة، دي نسبة بتحددها البنوك المركزية، وعلى اساسها بتدفع مبلغ اضافي للبنك لما بتيجي تاخد قرض، او البنك بيدفع لك فلوس زيادة لما بتعمل ايداع. طيب ليه مهم تكون متابع سعر الفايدة؟ علشان هو أداة البنوك المركزية في كل الدول علشان تسيطر على الاقتصاد بتاعها. البنك بيرفع او يخفض نسبة الفايدة على حسب التضخم او النمو الاقتصادي. لما سعر الفايدة بيزيد الناس بتفكر 1000 مرة قبل ما تاخد قرض، وده طبعا بيأثر على الاستثمار. ده غير ان الناس بتفضل انها تروح تعمل ودايع او شهادات بنكية بدل ما تخاطر في استثمارات تانية. من الاخر لو كنت مستثمر او مستهلك او حتى عندك بزنس خاص، فسعر الفايدة هيأثر عليك بشكل مباشر. وبعد ما تعرف المصطلحات دي لازم تعمل شوية حاجات بعدها، زي انك تكون محدد انت عايز تستثمر فلوسك لمدة قد ايه، وايه هو مستوى المخاطرة اللي تقدر تتحمله، وضروري تنوع محفظتك الاستثمارية في اكتر من اصل. وخليك فاكر ان الاستثمار الناجح بيحتاج صبر والتزام على المدى الطويل. ولو في حاجة مش فاهمها روح لمستشار مالي. شير بقى الفيديو مع اصحابك علشان يستفيدوا هم كمان.